وخصوصا النساء، خصوصا العيالات. واحد العادات ديال عاد كيصليو ما كيغطيوش رجليهم. والمرأة إذا ظهرت إلى بانوا رجليها في الصلاة صلاتها باطلة. ماشي عندي أنا، عند المذاهب كلهم، عند جمهور العلماء. إما تلبسي شي جلابة نازلة مزيان ولا شي ملحاف تيغطي رجلين، ولا تلبسي التقاشر ديالك. اما تصلي المرأة ويبانوا القدام ديالها ولا صباع رجليها صلاتها باطلة. ولا إلا بان شعرها، ولا صلات بشي سروال ديال الجين ما عرفنا واش فاتحة ولا عبد الفتاح، جاية للجامع حتى هي واحد سروال الجين باش غتصلي المرأة؟ أعوذ بالله، قلة الحياة هذا. ولا تلبس شي فولار خفيف كاع شرا شفاف تيبان شعرها. لا، المرأة عورة خصها تغطى. ماشي عورة بمعنى حاجة خايبة، لا، الجسد تاعها خصو يتستر. يا إخوان فهموا، الحجاب راه ماشي سجن، الحجاب راه عزة. راه ماشي أي واحد غادي يجي يبدا يشوف لك أنت في الزوجة تاعك ولا في الأخت ديالك. هذا غير على برا في الزنقة، لكن في دارها تلبس اللي عجبها، تكون مالكة، ما كاين اللي يحبسها. لكن في الشارع لا، كاين اللي ما مزوجش، كاين اللي عقلو خفيف، كاين اللي طائش، كاين اللي سكران، كاين اللي مخربق. فاش كتستر المرأة كتبان عليها شحال د الشروط، وانت لابسه المزير والمعري ومشرفه ودايره الخريطه ديال جنوب افريقيا في وجهك، وغاديه ويني هاد الدراري صاروا هي على صاروا. انت هاد الشيء باش خارجه، راه انت اللي كتستفزيهم. لبسي زيفك وحجابك راه ما يهضر معاك حد الا شي واحد اللي مفلس. اما الناس راه كيحترموا الحمد لله. كتشوف شي مرا بزيفها وبجلابتها كتعرفها راه مرا ديال الدار، كتبعد عليها. واخا انت فيك الشر كتبعد، لان الله تبارك وتعالى كيحفظها. اما في الصلاه خص تعاود المراه تكون مأدبه ولابسه شي جلباب ولا شي ملحف واسع الزيف ديالها وتقاد وتستر وتصلي في الدار. وصلت الا صلات في المسجد راه ماشي مشكل، ما كاين حتى شي اشكال. تجي للمسجد ولا تجي للجمعه ولا تجي للصلوات ولا تجي تعلم محو الاميه، ما كاين حتى شي اشكال. راه خروج المراه ماشي مشكل، لكن يكون بضوابط. الاسلام ماشي ضد خروج المراه، ضوابط. الله عز وجل خفف عليها ما وجب عليها الجمعه، ما وجب عليها الجماعه، ما وجب عليها الحج بغير محرم. علاش؟ لان المراه عندها مسؤوليات في الدار. ثلاثة الدراري 4 الدراري، خصها طيب الغداء طيب العشاء، خصها تنظف. ولا كانت كاع خدامه على برا راه خلاص تيولي عندنا جوج ديال المسؤوليات، ما حيت لها الدار ما حيت لها. اذا المراه خصها تكون عندها واحد اللباس يكون ساتر في الصلاه.